باسل جرب الحناين واعزمني عليه لاني بشبه باسل الحج. ابشر يا زلمه. وهينا وصلنا عند الحناين مع شبيه باسل الحج. السلام عليكم. واحكي لي ليش اخترت الحناين؟ لانه من نفس الطعم من 20 سنه لليوم. وراح نبلش اول شيء بوجبه العاده سعرها دينارين بقشره سيخ الحناين اللي متعودين عليه، وبنقول بسم الله. ما تغيرت، نفس الطعم. هاي خلطه متومه مع دبس وشطه. ودور فروج الحناين هو بتمايل قدام عيوننا، لازم نطلبه. طلبنا نص فروجه سعرها دينارين و75. زي بذوب مع قطعه مخلل ومتومه الحناين. بسم الله. دول بروستد. كل الناس بتحكي عن بروستد الحناين قد ما هو زاكي. طلبنا وجبه الاربع قطع سعرها 3 وربع. وهيك ما شاء الله سفينه الحناين. نصيحه اطلبوه حار. بتشهي الواحد على الاكل يا زلمه. ودور ايطال الحناين سعرها 3 ونص. بتكون خلطه الحناين مع شاورما الحناين، حط عليها صوص الحناين، وتنحط الخلطه على الخبز الايطاليه سعرها 3 ونص مع السيرفس. اكتبوا لنا بالكومنتات كم مره حكى الحناين. اطلبوها وادعوا لنا. الحمد لله نورتنا اخوي بشار شبيه باسل الحج. واكتبوا لنا مين حاب يكون المعزوم الجاي. وكل اصناف الحناين بتلاقوهم بنفس اسعارهم على تطبيق اشيائي. وصوا منهم وصحتين والف عافيه. الى اللقاء. سلام.